الصقور في نهائي بطولة العالم للعبة روكيت ليج، أغلى الألقاب وأهمها فالكونز ضد NRG وفرصة الانتقام من ميجور لندن. المباراة الأولى دانيال بيبدأ بالتسجيل، الرد بيكون بروعة من كيلرز، التقدم بيكون من نصيب الصقور عن طريق TRK، بس بيست مود بيعدل النتيجة. وفي الوقت القاتل أتوميك بيسجل وبيأكد على الفوز ل NRG. المباراة الثانية كيلرز بيستغل خطأ الخصم وبيسجل الأول، الهدف الثمين بحافظ عليه فالكونز لنهاية المباراة. وبنروح للمباراة الثالثة، بتكون مغلقة مثل اللي قبلها، تنحل العقد على آخر دقيقة، روس بفجر 2 وكيلرز بيسجل بسهولة الأول، بس أتوميك بيقدر يعدل النتيجة لينقلنا للأوفر تايم، وبيست مود بخطف هدف الفوز. المباراة الرابعة بتكمل المباريات الصعبة لحد ما دانيال يسجل هدف الافتتاح، وبعد الأول بيسجل دانيال الثاني وبيعزز التقدم. روس بيقلص الفارق بس ما بيكون كافي وبيخسر فالكونز. في حال خسرتهم مباراة كل الأحلام بتتحطم. المباراة الخامسة كيلرز من البداية بسجل للصقور، بس بيست مود بيعدل النتيجة، من بعدها أتوميك بتقدم بالثاني وبصعب المهمة، TRK بحافظ على فرصهم وبيعدل، بس بيست مود ببخر كل أحلام فالكونز وبنهي عليهم بالهدف الثالث، وبتكرر سيناريو لندن المؤلم. فالكونز كان المرشح وخسر، ورسميا NRG بطل العالم للعبة روكيت ليج، ويبقى نوبو اللاعب العربي الوحيد اللي حقق لقب بطولة العالم. هارد لك فالكونز، واثقين بالعودة.